اليوم غادي نكشف لك على واحد السر خطير لاول مره على اليوتيوب. هاد السر غيخليك انك تبدلي نظرتك كليا على الطرق التقليديه لزياده الوزن وعلى الطرق اللي كتلقاوهم ديال كاع العصائر والبروتينات والزريقات اللي محطوطين في اليوتيوب. غنعطيك واحد الوصفه سريه وخطيره وليكي بعض الاسرار النادره اللي كيستعملوهم بعض التاجرات اولا البعض اللي قاري هادشي ديال زياده الوزن. وكيف ما متعودين ديما الجديد ديما على قناة مع امل، وهذا غير الفيديو الاول. وديري واحد لابوني وواحد اللايك وخلي لي تعليق زويون بحال الزوينه ديالي، واجي معايا نوريك هاد الوصفه ومازال الخير القدام. ايوا ما تنسيش واحد لابوني للقناه باش ما تفوتك حتى حاجه. واحد الاشاره بغيت نضيفها، كاع الاعشاب والمكسرات اللي كتشوفيني كنقدمهم لك لا في هاد الفيديوهات ولا الفيديوهات الجايين، هاد الاعشاب اللي كيكونوا نادره اولا هاد المكسرات اللي كيكونوا غاليين في الثمن وكيعطيو نتيجه زوينه، كلهم مستعملاهم في لي برودوي ديالي، كلهم كاينين في البروتين، كاينين في اللحسه، كاينين في التحاميل، كاينين في كل شيء. يعني اي عشبه شتيها الا وراني كنخدم بها. ومنتوجات مع امل كيف ما عودوكم لا ديال زياده الوزن ولا ديال الكوسميتيك كتخدموا ديما بجوده وبحب، لانكم نتوما هما الحب والمحرك الحقيقي ديال هذه القناه. بلا ما نطول عليكم بزاف، الوصفه فيها جوج ديال المكونات. المكون الاول هو عباره على واحد المكسرات اللي كتعتبر من اغلى المكسرات اللي كاينه في العالم، اللي هي المكاديميا. ايوا اجي نتعرفوا على المكاديميا لزياده الوزن. السعرات الحراريه اللي كاينه في 100 غرام ديال المكاديميا كتعادل اكثر من 700 سعيره حراريه، يعني واحد الكميه قليله فائده كبيره بزاف. غنيه بالدهون الصحيه اللي كتساعد تبني وزن صحي، ماشي الدهون المضره. مفيده بزاف للرياضيين والناس اللي كيلعبوا السبور والناس اللي باغيين يغلظوا العضله النائمه ويبنيو العضلات ديالهم. وغنيه بالبروتينات والالياف وكتساهم في بناء الكتله العضليه وتحسين الهضم. وهذا الشيء كامل زيديها لاله على توت الكوجي، معلقه ديال توت الكوجي وغير 4 الحبات ديال ولا 5 الحبات ديال المكاديميا راه كافيين. واجي تشوفي هذا العصير كيفاش غيزيدك في الوزن. اما الا كنتي كديري التحاميل ولا كتاكلي اللحسه حاجه اخرى ما غنهضرش نتائجكم وتجاربكم هي اللي غتهضر. توت الكوجي كيعملنا على تحفيز الهرمونات الطبيعيه ديال النساء اللي كيساهموا في زياده المناطق الانثويه بما فيهم العضله النائمه والجزء السفلي. غني بالسكريات والالياف اللي كتزيد من السعيرات الحراريه وبالتالي كتزادي في الوزن. كينشط الدوره الدمويه وكيساعد الجسم يستافد مزيان من اي حاجه كليتيها. دونك الا درتي هذا العصير وانت كديري التمارين اولا انت كديري التحاميل ولا كنتي كديري اللحسه، عرفتي كيفاش وزنك غيتزاد. انا راه قلت لكم تجارب اللي غتهضر. غنزيد على هذا الشيء كامل كاس ديال الحليب كامل الدسم وبيرلي اللي فيه 8 غرام ديال البروتينات، وغنزيد حتى بنانه افوكا تمر زبيب. هادشي اضافات الا بغيتي تضيفيهم غيكون مزيان وحسن. وغنطحنوا كل شيء وهكا غتكوني صيبتي احسن واروع عصير اللي يعالج النحافه ويزيد في الوزن وصحي ومفيد بدون اضرار وامن وغيعطيك واحد الطاقه والحيويه ويحسن عمليه الهضم وينشط الدوره الدمويه ويزيدك في البروتينات اللي خاصينك باش تعمري لتحت الا كنتي كتريني. اش غنقول لكم، كنز، شي حاجه اللي واو روعه. ولا ما جربتيش هاد المكونات بصراحه ضيعتي بزاف عليك. ممكن انك تعوضي المكاديميا باللوز البرازيلي، حتى هو راه غني بالبروتينات وبالالياف، وغير حبه وحده حتى هي حتى 2 حبات راه كافيه الا كنتي غتقسمي العصير على 2 المرات. الا ما عندكش ممكن انك تعوضي باللوز او القرقاع ولا الاكاجو. شوفوا انا ديما كنعطي الحاجه اللي غاليه وغنعطي حتى الحاجه اللي رخيصه. تبعوني في الفيديو الجاي وتسناو الفيديو الجاي، غيكون فيه عصير اقتصادي رائع زوين حتى هو كيعطي نتائج اللي هي زوينه. ديما البدائل، فما عندك نهائيا علاش تقولي لا ما غاديش نستعملوا هذا العصير اللي كتشوفوا. والله العظيم اللي ما جرباتوش وكان بامكانها انها تاخذ المكاديميا وتوت الكوجي
فراه غتكون ضيعت بزاف، خاصه الا كانت متبعه واحد الروتين وواحد النظام غذائي لزياده الوزن. شوفوا الا بغيتو تغلاضوا سمعيني مزيان انت اللي كتصنتي ليا، راه والله الا كنهضر معاك من القلب الخالص بحال اختك، وهاد الهضره ما غتلقاوهاش في بلاصه اخرى. وراه ما يمكن لكمش تعرفوا يعني الحوايج اللي غيزيدوكم في الوزن الا لقيتو شي واحد يقيديكم ويوريكم ها الاسرار. انت كيبقى عليك غير تنوضي وتصايبي. شوفوا انا انا اللي عليا نعطيك الاسرار، ولكن انت نوضي قلبي وصايبي وقهدي الا كنتي باغا تزيدي في الوزن. راه والله حتى حاجه ما مستحيله، خصك تعرفي غير جسمك شنو الحوايج اللي غادي يجيو معاه. ولا كنتي متبعه روتين او يعني ملتزمه به، راه ديما 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 النتائج كيكونوا زوينين. وديما انا كنقولها لكم، الغلط راهو روتين، الغلط راهو روتين، الغلط واحد الروتين. كيف ما كديري روتين ديال البشره ديالك من الليل باش تبقاي بيضاء وبشرتك صافيه، حتى الغلط راهو روتين. ما غنمشيوش لحسا ولا مثلا ولا تحاميل او لا غنصايبوهم او لا غنديروا شي وصفه لزياده الوزن ونبقاو لا، غادي نقادوا النظام الغذائي ديالنا وغنوليو ناكلوا مزيان، وغادي نختاروا الحوايج اللي ناكلوا، نبعدوا على الخبز ونبعدوا على الدقيق الابيض ونبعدوا على السكر، وندخلوا الحوايج اللي هي زوينه، دخلوا الشعير، دخلوا الدقيق القمح الكامل، كلوا تهلاو في راسكم. انا مازال غنعطيكم نظام غذائي اللي يمكن لكم تستعملوه مع الروتين اللي غادي تتبعوا لزياده الوزن. يعني شنو تاكلي في الفطور، شنو تاكلي في الغداء، شنو تاكلي في العشاء، والسناكات الخفيفه اللي كيتزادوا باش تزيدي في السعرات الحراريه اللي خاصك تاكليهم في هذاك النهار باش تزيدي اكثر. كل ما تفتحت لك الشهيه كولي مزيان، لان العقل والجسم ديال الانسان كيولف. الا كلينا مزيان اليوم وغدا عاوتاني مزيان وغدا مزيان عاوتاني، الشهيه كتفتح، العقل ديال الانسان كيولف داك العدد ديال الوجبات وكتقدي انك تاكلي. ولكن واحد الحاجه غادي نقولها لكم ونزيدها لكم عاوتاني، الغلط بزاف راه مقبره الجمال. انا هانتوما كتشوفوني انا خير دليل قدامكم، انا ما غليظاش بزاف. علاش؟ لانني كنحاول انني نغلط داك الغلط اللي غيجي مع جسمي ومع الطول ديالي ومع يعني الكتله ديال الجسم ديالي، واللي ما غيضرنيش، واللي لبست شي حاجه غتبان زوينه. خديها قاعده، الغلط بزاف راه ما زوينش. والناس اللي كيجي معاهم الغلط بزاف هما الناس اللي عظمهم مقدر كنقولوا، او الناس اللي طوالين عندهم فين يهزوا. وحتى يعني الا طلعوا فوق الميزان كتلقايها يعني غليظه، ولكن في عظمها وفي طولتها وفوق وقفتها ما كتبانش، عندها فين تهز، وعظم ديالها كبير وطويل، وعظم الفخذ طويل، عندها يعني فين تهز هذاك اللحم او هذيك الدهون اللي غادي تزيد. اما وحده قصيره فمن الاحسن انها تبقى في واحد الوزن اللي هو موين، غير شي شويه، لانها الا غلطت بزاف غيوليو عندها التنيات ديال الظهر، الكرش، الجناب حدبه وراها. يعني هادو حوايج اللي ما زوينينش. نغلاضوا بواحد الطريقه اللي زوينه واللي كتخلينا نبانو زوينين واللي تعطينا الثقه في النفس. هذه هي اهم حاجه واللي كنحاول ديما نشرحها من خلال فيديوهاتي. وشوفوا البنات، حتى حاجه ما مستحيله. شوفي انتي واش باغا تغلاضي ولا لا. الا كانت عندك النحافه الشديده واش جيب بروغرام ديالك وتبعيني وقيدي داكشي اللي غتحتاجيه وداكشي اللي مجربه وعارفاه كيجي معاك عاودي وجديه من جديد. اقسم بالله الا غتلقاي نتيجه اللي هي زوينه. وانا كنتمنى لكم الخير من قلبي لانكم خواتاتي وحباباتي وصحاباتي واعز ما كان ملك. المهم البنات غنقول لكم تبقاو لي على الف خير وبسلامه عليكم. باي باي، تسناو ان شاء الله غدا فيديو جديد، وان شاء الله غادي ندير لكم فيه عصير اللي هو زوين كيعطي نتائج اللي هي زوينه وبثمن اقتصادي. باي باي.